جينيفر كونولي بدأت في السينما زي أي بنت حلوة جاية عشان الناس تشوف جسمها وتعجب بجمالها بأفلام ساذجة وشخصيات سطحية كأنها عروسة المولد، وتحولت بالشكل ده لأيقونة خلال التسعينات. لغاية دلوقتي لسه الناس معجبة بهيئتها اللي اتعرفت بيها وقتها، وكان ممكن عادي تبقى كده طول حياتها وتختفي سريعا زي كل اللي طلعوا قبلها ومشيوا نفس الطريق، لغاية ما هي نفسها قالت لأ واختارت تغير من شكلها وصورتها وكل حاجة عنها بعد ما وصلت مرحلة ما بقتش راضية عن نفسها فيها، ووجهت صفعة كبيرة لهوليود وصناعة السينما بشكل عام اللي بتحول الممثلات لأشياء وبترفض تعترف بموهبتهم أو إمكانياتهم الحقيقية، وفرضت نفسها على الساحة وأجبرت الجميع يحترموها وإنهم ياخدوها بشكل جدي بعد ما يتخلوا عن تصورهم الأولي ليها تماما. إزاي ده حصل وليه غيرت حياتها وانعكاس ده على أفلامها؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى ما نشوف مع بعض. And there was a story about where you were talking a little bit about the beauty in Hollywood, the pressure of being beautiful and young in Hollywood. I was just wondering what your opinion is about that and all, and being in the industry you're in, and how that affects you. Well, and I think I made 7 others between that one and this one, so this was my 9th. Most of them, though, I think no one around here would have seen, or heard of. I felt like I had done enough movies that made me cringe. I had done enough movies that I thought, didn't really represent me well. خلال التسعينات هوليوود اتحولت لعرض أزياء كلها موديلز وبنات شبه بعضها بنفس معايير الجمال المتفق عليها من زمن هيتشيكوك، واللي هو بقى الشقراء النحيفة اللي وشها ملعوب فيه ب50 عملية تجميل عشان توصل لهيئة معينة ترضي جمهور المجلات والصحف، ومعظمهم مالهمش أي علاقة أصلا بالتمثيل وآخرهم ينفعوا في إعلان شركة زبادي. ثم بتطلع واحدة كأنها جاية من عالم تاني تماما، ملامحها غامقة وعظم خدها عالي، خط فكها محدد وعينيها كبيرة وقوامها أقرب لنجمات الأبيض وأسود، ومن غير كلام كتير عندها سحر غامض بيخليها مختلفة عن الباقيين، وجمالها مزيج من الكلاسيكي وفي نفس الوقت حديث ومناسب للموضة المعاصرة، وواضح يعني اختلافها حتى من وهي صغيرة. ومع ظهورها لأول مرة في فيلم وانس أبون تايم إن أمريكا سنة 1984 وهي عندها 13 سنة بس بعد شوية شغل في إعلانات، وعملت تجربة أداء قصاد 2 عمالقة زي المخرج سيرجيو ليوني وروبرت دينيرو اللي انبهروا بيها عشان يوافقوا عليها من أول محاولة. I've been doing some commercials, and then someone asked me if I wanted to audition for this movie, and I went and did, and it was that. والعالم كله اتجنن بيها وبحضورها على الشاشة رغم صغر سنها، وبالمناسبة جوزها بول بيتاني وقع في حبها لما شافها في الفيلم ده وقعد مهووس بيها سنين لغاية ما اتجوزوا في 2001. She was your childhood celebrity crush. It's absolutely You are true. younger than her. Well, she was working at she was in films like Labyrinth and Once Upon a Time in America. Not a bad first film, Once Upon a Time in America. وبعده عملت بطولة فيلم لابيرنث سنة 1986 مع أسطورة الغنى ديفيد باوي، واللي عزز بشكل كبير من صورتها المستقبلية في الجمال المصحوب بالبراءة وسط إعجاب مستمر من الجمهور اللي مازال مش قادر يستوعب جاذبيتها، وعليه فهوليوود بدأت توظفها في فئة نجمة الإغراء، أو بمعنى آخر البنت السكسي اللي بتقلع في الأفلام بلا عمق أو أي فرصة تطلع اللي عندها فعلا. وهتلاقيها خلال النص الأول من التسعينات بالذات بتعمل أفلام زي كارير أوبورتيونيتيز أو ذا هوت سبوت اللي كانوا يعني معذرة عن التعبير بتمثل فيهم بصدرها، وعبارة عن سيكشوال أوبجكت للناس تتفرج عليها، وموجه لفئة خاصة من جمهور السينما وقتها اللي أغلبه من الذكور تحت ال 35 سنة. وده نفس النمط اللي هتشوفه في كل أعمالها خلال الفترة دي، رغم إن الفيلم ده نفسه ما كانش ناجح إلا إنه أكتر فيلم ظهر فيه جمالها بجد بالسهل الممتنع اللي هو من غير أصلا ما تحاول، وقادرة تخطف الأنظار بلا مجهود يذكر. وده كمان ساعد فيه مش بس أفلامها لكن انتقالها لعالم الموضة وعروض الأزياء وجلسات التصوير اللي كانت من الأزياء الكلاسيكية الشيك لحد الأطقم الجريئة، مع اختياراتها في المكياج بشكل يبين جمالها الطبيعي، يعني مش زيادة عن اللزوم ولا بتغير من شكلها. وكانت بتعتمد في ده على إبراز عينيها بالكحل الخفيف والروج بألوان عادية، واللي هو لو تركز شوية الشكل اللي اتشهرت بيه بعد كده. في نفس الوقت ما حاولتش تبقى شخصية مثيرة للجدل ولا بطلة فضايح ومشاكل زي غيرها اللي بيعملوا كده عشان يستفيدوا من الهالة الإعلامية، لكنها رغم شهرتها كانت محافظة جدا على خصوصيتها، وصورتها في الإعلام فضلت غامضة لفترة طويلة، وده بالعكس زاد من افتتان الناس بيها وخلاها مختلفة أكتر عن وقتها، وخلى الناس تحس إنها بعيدة، يعني مش سهلة المنال زي ما كانت بتطلع في الأفلام. وده عززه كمان إنها ما كانتش موجودة في كل مكان ولا من النوع اللي بيظهر في كل برامج الحوارات، وكل شوية مقابلة وتصريحات ومفاجآت تنشر عنها. كل ده ما كانش موجود وخلاها من القلائل جدا اللي عملوا فاصل بين أدوارها والبيرسونا بتاعت السينما وحقيقتها في الواقع وتعامل الناس معاها. لكنها لما بدأت تنضج شوية بالذات بعد ما خلفت ابنها الأول في 1997 بدأت تتضايق من صورتها وشكلها الإعلامي وعايزة تهتم بنفسها وشغلها أكتر، وما بقتش عيلة صغيرة بتعمل أي حاجة وخلاص ومش راضية عن استعمالها كشيء أو بنت حلوة كله عايز حتة منها. So then I got to a point where I thought, you know what, I just don't want to do it anymore unless I'm working on things that
I feel really strongly about, that I feel really passionate about. Sort of just took for granted that this is what I did for a number of years without really being quite as conscious with my work as I was maybe with other parts of, more private parts of my life. وبقت عايزه الناس تاخدها بجديه، وده مش هيحصل الا لما هي تاخد نفسها بجديه بعد ما كانت شايفه التمثيل مجرد مهنه وشغل وخلاص، وما كانتش بتسعى ليه ولا عايزاه، بس حاجه بتعملها من وهي صغيره، وحاولت تغير من صورتها وتبحث عن فرص افضل لنفسها، واليه اختيارها للادوار اختلفت عن الاول. وبعد ما تقرا اي سيناريو معروض عليها هتسال نفسها هو الفيلم ده لازمته ايه ولا عايزين يعملوا القصه ليه؟ بس ده طبعا مش سهل في بيئه زي هوليوود اللي قال عليها ميل جيبسون بتتعامل مع الممثلات انهم اما قلعين او ميتين على الشاشه. From beginning to end is very brief. He says women on film, either naked or dead. Both is better. وبالتالي مسيرتها بقت مش احسن حاجه، وظهرت في افلام عاديه معتمده برضه على جسمها وشكلها، وكانت فتره للنسيان بالنسبه ليها، ما عدا فيلم دارك سيتي سنه 1998 اللي كان اول محاولاتها بعيد عن المعتاد، ورغم انه كان فيلم صغير وانتشاره محدود وحتى هي دورها فيه ما كانش كبير، لكن زي ما تقول كده كان بروفا للشكل الجديد اللي عايزه تظهر بيه. ولان جينيفر كونولي ما كانش ممكن تعيد اكتشاف نفسها في نفس البيئه اللي اعتادت عليها كده، ومش عايزه تشوفها غير بالطريقه دي مهما حاولت، فكان الحل في السينما المستقله بعيد عن الاستوديوهات والانتاجات الكبيره، مع واحد مش فارق معاه هوليوود ولا معاييرها زي المخرج دارين أرنوفسكي وفيلم ريكويم فور دريم اللي معاه بنشوف جينيفر كونولي واحدة تانية خالص، ما كانش حد مصدق انها نفس الممثلة، مع فيلم سوداوي مختل عقليا عن الادمان والهيروين والشباب والضياع والجريمة والاستغلال الجنسي والجنون. ايه اللي هيجيب بنت جميلة زي دي هنا؟ لكنها كانت اول واحدة متحمسة للدور وبتسعى ليه عشان شافت فيه فرصتها الوحيدة في اثبات نفسها وقدراتها. I really wanted to do that film. I mean, there was so much to do in it. You know, it was explosive. I thought the script was really wild and creative, and I thought Darren was really interesting. I hadn't had an opportunity to play a character like that before. Her life it was so far away from my own. وعشان كده حرفيا حاربت عشان تفوز بيه، وتقدمت لتجارب الاداء اكتر من مناسبة بسبب عدم اقتناع المخرج بيها من ادوارها السابقة، لغاية ما وافق في النهاية بعد ما شاف مدى جديتها وتفانيها، وعليه فالأول مرة في حياتها المهنية بتاخد تمثيلها جد، مش دور خفيف ولا حاجة أي كلام مش مطلوب منها غير إنها تكون أمورة، لكن دي خاضت أول تجاربها مع التمثيل الواقعي، وانعزلت فترة في شقة بنفس المبنى اللي الفيلم هيتصور فيه عشان تحضر للدور وتنغمس في شخصية ماريون اللي هتلعبها من كل جوانبها بقى، سواء في اللبس أو الشكل ولا خسارة وزن وتغيير قوامها المثالي للدور، أو سماع موسيقى مناسبة للشخصية والرسم اللي كانت بتعمله، أو النزول للشوارع ومقابلة مدمنين وفتيات هوا في نفس سنها عشان تتعلم من تجاربهم والكلام معاهم، عشان تفهم أكتر تأثير إحساس الضياع في حياة المدمنين ببداية طريقهم، وإزاي الفراغ ده بيشدهم أكتر بعيد عن أحلامهم وسذاجة البداية. كل ده وعايزك ما تنساش حاجة بسيطة، إنها كانت لسه مخلفة من فترة قصيرة، وابنها البيبي معاها في موقع التصوير طول الوقت، يعني بتخلص المشهد وبتطلع تقعد معاه بشكلها بقى وشخصيتها في الفيلم اللي مختلفة تماما عنها في الحقيقة، وكل الألم والمعاناة والضغط العصبي بين الصراخ والعنف والسوداوية، وتطلع تهزر مع البيبي وتلعب معاه كأنها بتنتقل بين عالمين في ثواني من غير ما يتأثر أي منهما في نفس الوقت. وده اللي هي وصفته بإنها اتعلمت إزاي تحضر بشكل مكثف للدور من قبل التصوير بوقت طويل، عشان لما يبدأ الشغل تقدر تسلم نفسها للمخرج والمشهد اللي شغال من غير ما تشغل بالها باللي بيحصل، لأنها بقت بالفعل الشخصية في اللحظة اللي بيقول فيها أكشن بدون ما تتخلى عن شخصيتها الحقيقية وطفلها اللي قاعد مستنيها. وكان الفيلم ونجاحه وقتها حرفيا نقطة فارقة في حياة جينيفر كونولي، مش بس مسيرتها، لأن زي ما قلت لك لأول مرة بتاخد شغلها بجدية، وقدرت معاه تستكشف مناطق مختلفة من نفسها وموهبتها في المهنة بعد علاقتها السطحية بالتمثيل لسنين طويلة من أول ما بدأت كطفلة ثم مراهقة، والأهم إنها خرجت من عباية البنت الحلوة عشان تحل مكانها ممثلة جريئة على استعداد تتحدى نفسها، وعندها عمق من المشاعر والثبات تقدر تمنحه لشخصياتها، وغيرت وجهة نظر العالم كله فيها. وده طبعا اللي خلاها بعد كده تعمل A Beautiful Mind قصاد راسل كرو أهم ممثل في هوليوود وقتها، واللي لسه طالع من نجاحات جلاديتور يفوزوا بالأوسكار، وده اللي خلى المنتجين يقلقوا إنها مش هتقدر تجاريه أو تبقى على نفس المستوى، وخايفين إنها تضعف مع ضغط نجوميته وحضوره على الشاشة. لكن حتى راسل كرو نفسه قال بعد كده إن الجمهور مش مستعد للي جينيفر عملته وهتشوفوه في الفيلم، وده نفس رأي المخرج رون هاورد اللي ما كانش يعرف عنها حاجة غير إنه شافها في فيلم من إنتاجه اسمه انفنتني أبوتس، عملت فيه دور صغير كبنت سكسي شباب البلد كله مجنون بيها، وكان سبب اختيارها الأساسي إنها شبه الشخصية الحقيقية في A Beautiful Mind. لكن المخرج سريعا مغير رأيه عنها، ولاحظ العمق اللي أضافته لدور سطحي وساذج زي ده في الفيلم الأول، وقد إيه هي ممثلة ذكية وعارفة هي بتعمل إيه بالظبط، وشوف حتى كان بيقول عليها إيه بعد كده. So she's got the intelligence, she's got the beauty, she has the experience. The next question was the chemistry in the relationship with Russell Crowe, and we did one audition where the two of them did some scenes together, and I just felt that
she was going to be extraordinary in this. وكل ده جاي من جينيفر نفسها واللي كانت عايزاه في شخصيتها، وانها ما تبقاش مجرد زوجة العالم جون ناش في الفيلم وست غلبانة الدنيا جاية عليها ورد فعل لحياته واللي بيحصل معاه، لكن ليها قصة هي كمان وهامش تطور، وبتمشي رحلتها الخاصة عشان تحقق ذاتها خلال الأحداث. وفي قدمت واحد من أحلى أدوارها ومن أجمل الأداءات النسائية في الألفينات، وكانت حلقة الوصل الوحيدة لرجل بيفقد عقله وبيختل تصوره عن الواقع لدرجة إنه مش قادر يفرق بين الحقيقي والوهم، لكن حبها هو الشيء الوحيد الثابت والحقيقي مهما اتغيرت الظروف والحالة، وبتتمكن بمشاعرها إنها تحرك فيه رغبة في الحياة والكفاح للتمسك باللي اتبقى منها عشان ما يستسلمش قدام ضغط العالم المحيط بيه، ولذلك بتكون حائط الصد الأول والأخير اللي ممكن يستند عليه قبل الانهيار. وكانت النتيجة الفوز بالجولدن جلوب ثم الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة في صفعة كبيرة لهوليود وتصنيفاتها وطريقة تعاملها مع الستات في الصناعة، وإن البنت اللي كانت معروفة بأنها لا مؤاخذة أي كلام وبتيجي في الأفلام تقلع بقت فايزة بالأوسكار ومن أهم وأنجح ممثلات هوليود. لكن الفوز بالأوسكار ساعات بيكون سلاح ذو حدين، لأن في كتير من الممثلين بيواجهوا صعوبة في اختيار أدوار تليق بيهم بعدها، أو إن المنتجين والمخرجين بيشوفوهم في شكل وهيئة معينة مناسبة للدور اللي فازوا عليه بس. ورغم إن مش كل أفلامها بعد كده كانت ناجحة جماهيريا أو نقديا، لكن جينيفر فضلت تستكشف وتدور على الأدوار اللي بتتحداها كممثلة. مثلا دورها في بلاد دايموند مع ديكابريو كان مختلف تماما وجديد عليها كصحفية بتحاول تكشف حقائق تجارة الماس في أفريقيا، وبعيد كل البعد عن استخدام شكلها، وبين قد إيه هي قادرة تقدم شخصيات واقعية وبتناقش قضايا اجتماعية مهمة. وكمان في فيلم الرعب النفسي هاوس اوف ساند اند فاج قدمت شخصية ست بتفقد بيتها في قصة معقدة، ولأن معظم الناس غالبا ما شافتوش ومش عايزين نحرق الأحداث، بس مهم إنه بيستعرض قضايا مهمة زي الهوية والضياع، وكان برضه حاجة مختلفة عنها. ده غير إنها كمان حبت تجرب وتدخل في كل حاجة جديدة متاحة قدامها، وهتلاقي دايما في مسيرتها تنوع كبير في الأدوار وتحدي مستمر لنفسها في فئات مش نجوم كتير ممكن يدخلوها، زي فيلم هالك أو فيلم الدراما المثير للجدل ليتل تشيلدرن. ولما تحب ترجع للرومانسي الكوميدي هتعمل حاجة زي He's Just Not That Into You. ومؤخرا كمان هتلاقيها في أليتا باتل إنجل أو Only the Brave، نهاية بتوب جان مافريك مع توم كروز، والفيلم اللي حرفيا أنقذ السينما بعد أزمة كوفيد. ده غير إنها دخلت عالم التلفزيون كمان بنجاح كبير سواء في سنو بيرسر أو دارك ماتر، ومستمرة في تحدي نفسها بلا توقف. ورغم كل ده والنجاح والشهرة ما زالت مش بتحب تعمل مقابلات أو تتكلم عن نفسها وحياتها، عشان مش عايزة الناس تبني حواليها أساطير ولا يفهموا كلامها غلط بعد كده، ودايما بتتكلم قليل ومش بتشغل بالها بالإعلام ومركزة على حياتها وشغلها. وقالت بالنص قبل كده أنا مش مهتمة برأي الناس فيا ولا كلامهم عني، لو عايزين أجي أتكلم عن أفلامي وشغلي ماشي، غير كده أنا عندي حياتي بعيشها براحتي في خصوصية ومش هتكلم عنها. وحتى بعد كده لما بقت تكسب جوائز ويتعمل لها حملات ودعاية والحاجات دي كانت غريبة عليها ومش عارفة تتعامل معاها، وبتفضل تقضي وقتها مع أطفالها ولا حتى تتطوع في المدرسة بتاعتهم لو عندها وقت، وبعد ما تخلص تصوير بترجع لبيتها وعيلتها العادية. You know, it's a huge part of who I am and has shaped me in ways, sort of probably more ways than I'll ever understand. وده كان برضه سبب ان مسيرتها ما وصلتش قمتها او اللي كانت ممكن توصل ليه مع موهبه وامكانيات زي دي، بس ببساطه لانها مش مهتميه بيها كده، والاولويه عندها لاطفالها وحياتها الخاصه. The ultimate goal isn't to be famous. The ultimate goal is to work on stuff that matters. You said that too.